السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أخبار جديد مع صوت زملكاوي. أرجو تفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة مش ربحية قد ما هي لدعم الإعلام الأبيض. دعمك بلايك وشير هيحقق الانتشار للقناة بصوتك صوت زملكاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ أخبارنا. أول أخبارنا تدريبات نادي الزمالك. جروس يحذر تفاصيل عقد الجزيري. جلسة الجزيري وجروس موقف مشلاك ونادي أحد لقطع الإعارة. السعيد يحطم رقما قياسيا. مستحقات اللاعبين صفقات يناير. زياد كمال. عودة أحمد حمدي. عبد الله السعيد والعروض الليبية. حقيقة تواصل وكيل بوانديز مع الزمالك. الأهلي ممثل مصر يدمر المنتخب. تصريحات نارية من عضو الإسماعيلي. لاعب الزمالك الشاب إلى البرتغال. عقد محمد حمدي الكارثي. استأنف نادي الزمالك التدريبات الجماعية، وذلك استعداد لمباراة الخميس القادم إن شاء الله مع حرس الحدود. وفي التدريبات ديت رجع محمد حمدي لاعب الفريق للتدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة اللي كان بيعاني منها في الضلوع، ولكن ده جماعة بمحاذير معينة. أول حاجة عدم الالتحامات وفق تعليمات الجهاز الطبي، والمفروض إن اللاعبين يخلي بالهم جدا على اللعب أثناء اللعب. نبيل دونجا لاعب الفريق ومعاه السيد زيزو واحمد فتوح وحسام عبد المجيد ومصطفى شلبي عملوا تدريبات بعدد من اجهزه الجيمنازيوم الموجوده في ملعب النادي. بينما عندك الونش وعبد الله السعيد وحسام اشرف ومحمد شحاته عملوا تدريبات حول الملعب وقاموا بالركض. ثم ادى الجميع تدريبات بدنيه واطالات تحت اشراف الجهاز الطبي، وتم وضع برنامج تدريبي خاص للاعبين. وانتظم برضو السنغالي سيدي نضاي مهاجم الفريق الشاب في التدريبات الجماعية للفريق بعد التعافي من إصابة كاحل القدم اللي كان بيعاني منها، وكان بيتلقى العلاج في الفترة الماضية. سيدي نضاي ده انتوا فاكرين اللي هو الهارب اللي طلع الإعلام قال لك هارب؟ اللعيب بيمارس تدريباته عادي جدا داخل نادي الزمالك. قلنا في الفيديو بتاع بلاك بولز أثناء مواجهة نادي الزمالك إن جروس يشعر بالضيق بسبب الأخطاء الدفاعية والجون اللي دخل في الفريق من فريق بلاك بولز. طبعا جروس دفاعيا دفاعي محض، فكون إن هو يخش فيه جون لأن هو مؤمن إن الدفاع رقم واحد عشان تقدر تحرز بطولات. دي قاعدة بتاعته، وكون إن أنا بيخش فيها جوان معنى كده إن أنا فريق مقدرش أحرز بطولات. لذلك هو كان متضايق جدا في الماتش بتاع بلاك بولز ان هو دخل فيه جون بالمنظر ده. لذلك هو شدد على ان الاخطاء الدفاعيه والسماح للاعبي الخصم بالوصول للمرمى امر غير مسموح بالمره، ويجب التركيز الشديد في هذا الامر حتى لا يتم تهديد مرمى الفريق. طبعا احنا في ماتش بلاك بولز شفنا لاعب بلاك بولز بيرفع من عند الخط وسايبه خالص يرفع. دي رقم واحد. رقم اتنين، مفيش حد جوه منطقه الجزاء غير الونش لوحده وسط اتنين مهاجمين من فريق بلاك بولز. طبعا الجزيري رجع للتدريبات، وبعد رجوع الجزيري عقد كريستيان جروس جلسة مع اللاعب. وخلال الجلسة أكد لسيف الجزيري إن الالتزام هو أهم شرط من شروط المشاركة في المباريات والعودة للتشكيلة الأساسية. وجروس طالب الجزيري إن هو ما يركزش مع السوشيال ميديا اللي بتختلق الإشاعات وبتخليه يخرج عن تركيزه. وبعدها شارك اللاعب في التدريبات بشكل طبيعي، وبعد ما عقد جلسة مع كريستيان جروس. بالتوفيق الجزيري إن شاء الله، وإن شاء الله يحقق مع الزمالك اللي إحنا عايزينه منه واللي هو عايزه مننا. عشان نقفل قصة الجزيري ديت بالنسبة لعقد الجزيرة يا جماعة، عشان تعرف الجزيري ايه اللي عمله مع نادي الزمالك. الجزيري كان متفق ان هو ياخد 600 في الموسم الاول و650 في الموسم الثاني اللي هو العقد الجديد. الجزيري تنازل وخد هياخد بقى 450 ألف دولار في الموسم الأول و500 ألف دولار في الموسم الثاني، يعني خفض العقد مع نادي الزمالك، بواقع ان هو تنازل في كل عقد عن حوالي 150 ألف دولار. يعني إجمالي في السنتين حوالي 300 ألف دولار تنازل عنهم لنادي الزمالك عشان يجدد العقد مرة أخرى مع نادي الزمالك. عايز أقول لك رقم قياسي للاعب عبد الله السعيد بمشاركته في مباراة بلاك بولز.
شارك السعيد في المباراة وعمره 39 سنة وخمس أشهر و30 يوم، عشان كده يحطم الرقم القياسي العربي واللي كان مسجل باسم النجم التونسي وسام بن يحيى بفارق 7 أيام فقط، حيث شارك وسام في مباراة الإفريقي التونسي مع أكاديمية دو لوبيتو الإنجولي يوم 3 مارس 24، وكان عمره 39 سنة و5 شهور و23 يوم. السعيد أصبح أكبر لاعب عربي يشارك في أي بطولة إفريقية، وتفوق عليه فقط 3 لاعبين أو 3 حراس مرمى عرب، وهو المصري شريف إكرامي والمغربي عزيز الكناني والمغربي عبد الرحمن الحواصلي، ولسه كده كده عبد الله السعيد مكمل في الكونفدرالية. ألف مبروك الأسطورة عبد الله السعيد. بالنسبة لجماعة مستحقات اللاعبين، احنا قلنا قبل كده ان مش هيكون قبل يوم 20، لكن الإدارة كتبت طبعا الكشوف وجهزت كل شيء، المستحقات في حدود 100 مليون جنيه. عشان كده حسين لبيب قام جاي حاطط ميعاد ان اخر يناير هتكون قبض المستحقات. لو جت يوم 20 طبعا خير خير وبركه، بس انت عارف ان الحاجات دي ممكن ان هي في حاجات روتينيه توقف الصرف وكلام من ده. جه القرض قبليها اوكي، ما جاش، يبقى احنا ايه لغايه ادى لنفسه ل10 ايام لغايه نهايه شهر يناير. بالتوفيق إن شاء الله وربنا ييسر الأمور. طب يا جماعة، بالنسبة لموضوع الصفقات، في صفقات ولا مفيش صفقات؟ احنا اتكلمنا في الفترة اللي فاتت دي في ناس بيتكلم معاها الزمالك، في ناس بيتفاوض معاها الزمالك، لكن أولوية نادي الزمالك دلوقتي هو مستحقات اللاعبين وتجديد العقود. لازم هو هيخلص القصة دي أو الجزئية دي أو الملف ده، وفي لعيبة بيتكلم معاها نادي الزمالك، لكن ده مش هيتم إلا لما نادي الزمالك يسدد عقود اللاعبين والملفات، يبتدي يشوف الصفقات بتاعته. أنا شايف إن هو تفكير سليم من الإدارة علشان ما يحطش نفسه في مواقف او يدخل نفسه في مشاكل تبوظ اوضه اللبس عنده. هو اهم حاجه عندي اللي هو انا مالكه اللي في ايدي اللي هو الجزء من اللاعبين ده ان انا ارضيه دلوقتي عشان اقدر اكمل، لان انت داخل على مباريات صعبه وبطولات صعبه وما تخسرش البطولات منك، وبعد كده اقدر ادعم بقى بلاعبين ب3 لعيبه. ده اللي هيبان خلال الفترة اللي جاية دي، بس مش هيكون طبعا قبل نهاية شهر يناير بعد ما يفضى خالص من مستحقاته وملفات التجديد والكلام ده كله. طيب بالنسبة لزياد كمال، موقفه إيه؟ هيكمل مع الفريق؟ هو لغاية دلوقتي عشان الزمالك ينهي العقد بتاع زياد كمال لازم يدفع 35 مليون جنيه لصالح فريق إنبي، وطبعا أنا ما أعتقدش إن هما يفسخوا التعاقد ويفضل مستمر لغاية نهاية الموسم. هنشوف الأحداث خلال الفترة الجاية هتبقى إيه. بالنسبة لأحمد حمدي وعودته لنادي الزمالك والتدريبات الجماعية، كابتن ماجد بدأ كابتن ماجد تدريبات تدريجيا، وبدأ في أداء بعض التمرينات الجري بالكورة ضمن خطة تأهيلية للعودة للمشاركة مع الفريق، لكن هيعود إمتى؟ ده موجود طبعا في إيد الجهاز الطبي للفريق، ده اللي هيحدد عودته للفريق خلال الفترة الجاية. طبعا احنا خلال الفيديو اللي فات كنا بنحذر من ان عبد الله السعيد ممكن ان هو يطير من الزمالك، خاصة مع وجود عروض ليبية وعروض قطرية برضو للاعب خلال الفترة السابقة، ولكن اللاعب عشان يقفل الصفحة دي تماما وجه الشكر للأندية الليبية اللي بترغب في التعاقد معاه بنهاية الموسم، وأغلق باب التفاوض مع الأندية ديت وشكرهم على الاهتمام بيه، وقرر تجديد عقده مع نادي الزمالك وهيجدد لموسم تاني مع نادي الزمالك. انا توقعاتي يعني ان عبد الله السعيد استحاله ان هو يحترف. عبد الله السعيد يا جماعه لعب في الزمالك ولعب في الاسماعيلي ولعب في الاهلي خلال الفترة السابقة، هو خلاص شبع، يعني هو ما بيدورش دلوقتي ان هو يلعب غير في نادي الزمالك اللي هو النادي الجماهيري اللي موجود في مصر رقم واحد، فهو بيحاول طوال الوقت ان هو عايز يتحسب بقى على فريق معين، فهو حاليا بيدور ان هو يعمل للزمالك حاجه عشان يبقى محسوب على الفريق دوت، لان هو حاليا مش محسوب ولا على النادي الاسماعيلي ولا على النادي الاهلي، فهو دلوقتي بيدور ان هو يبقى محسوب على فريق. ده متهيألي فكر عبد الله السعيد يعني خلال الفتره القادمه، وهو ده اللي بيفكر فيه عبد الله السعيد ان هو يتحسب على نادي الزمالك بعد سنه تاني او سنتين حسب بقى بدنيا هو ما يقدر، ويحقق بطولات مع الفريق. مع الوقت هيبقى احدى اساطير نادي الزمالك بارقام عبد الله السعيد وبمكانه عبد الله السعيد وبتقل عبد الله السعيد.
إن شاء الله إن شاء الله ربنا يوفقه ويوفقنا نحاول إن إحنا نحقق له أحلامه داخل نادي الزمالك. بالنسبة للجزئية بتاعة بونديز وحقيقة تواصل وكيل بونديز مع الزمالك عشان يحل الأزمة وانضمام اللاعب للفريق الأبيض. طبعا الفترة اللي فاتت وخلال عملية الانتقالات الصيفية ظهر بونديز خلال الفترة الصيفية إن هو بيتعاقد مع نادي الزمالك، وحصلت المشكلة وبعد كده راح هو النادي الروماني اللي هو بوخارست، وحصلت مشكلة ما بينه وما بين الزمالك، وخلى ده الزمالك إن هو يصعد قانوني ضد اللاعب، وقدم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد نادي ربيط بوخارست وضد اللاعب. وخلال الفترة اللي فاتت دي تردد إن وكيل اللاعب بيتواصل مع نادي الزمالك عشان يحل الأزمة، وإن اللاعب عايز يفسخ التعاقد مع النادي الروماني تم الصفقة اللي هي السابقة مع نادي الزمالك. لكن مصدر داخل نادي الزمالك أشار إن الكلام ده ما حصلش، ولا وكيل اللاعب اتصل بنادي الزمالك ولا نادي الزمالك اتصل باللاعب نفسه. وقال ان برضو اداره نادي الزمالك مفيش اي نيه ان هي تتعاقد مع اروني بونديس تاني، ولن يتم عرضه على المدرب جروس، وهناك نزاع قانوني ما بين اللاعب في الاتحاد الدولي لكره القدم، وطرح الفكره مرفوض تماما داخل نادي الزمالك. والزمالك متمسك بالحقوق القانونية للنادي خلال الفترة القادمة. أنا وجهة نظري إن هم يفضلوا مستمرين في مقاضاة اللاعب، لأن اللاعب برضو مش مضمون، هو ممكن يجي لاعب بتاع مشاكل فهو هيجي لك برضو هيعمل لك مشكلة، هتلغي أنت القضية بتاعته أو الشكوى بتاعتك، هتحصل بعد كده مشكلة مع اللاعب برضو، لأن هو من الواضح إن هو لاعب مش سهل. بالنسبة لمشلاك قلنا شروط أحد لعودة مشلاك. أحد قال لك أنت تعامل مع اللاعب وشوف اللاعب محتاج إيه. أنت كده كده نادي الزمالك دفع حوالي 75,000 دولار علشان اللاعب خلال الفترة السابقة، واللاعب العقد بتاعه 700,000 دولار. أنت دفعت جزء يسير جدا من مستحقاته، فأنت تعامل مع اللاعب إذا كان هيتنازل على بقية مستحقاته أو هيتنازل عن جزء ويسيب لك جزء. ده حسب تعاملك أنت مع اللاعب، وبعد كده رجعهولي. ده بالنسبة لموقف أحد. طب بالنسبة بقى كونارد مشلاك نفسه، كونارد مشلاك مش عايز يتنازل عن مليم، قال لك أنا هاخد عقدي كامل اللي هم 700,000 دولار، خاصة وإن عقد استعارته مفهوش أي جزء أو مفهوش أي شيء بيذكر موضوع إن لو اتقطعت الإعارة هيحصل إيه. فبناء عليه مشلاك مش هيرجع إلا إذا خد كامل مستحقاته. ده موقف مشلاك وموقف نادي أحد. طبعا منتخب مصر آخر سنتين أو آخر ثلاثة محدش بيروح يتفرج عليه، ولا من هنا ولا من هنا ولا حتى من الجماهير خالص. وده طبعا لان احنا خلال السنتين اللي فاتوا دولت بنبتدي ان احنا نحط حتة ان الاهلي ممثل مصر، والنقطة ديت هي اللي ادت، انا واحد شايفة ان هي نقطة مباشرة ان هي خفضت عدد الجماهير، محدش دلوقتي بيروح يتفرج على منتخب مصر. ويمكن ده خلاهم ان هم بالنسبة لحسام وابراهيم ان هم يقترحوا ان يخفضوا تذاكر المباريات. ده اقتراح، ونادي الزمالك بيقترح ان هم يعملوا المباريات في المحافظات، ما تتعملش في المحافظة الرئيسية للقاهرة، تتعمل في المحافظات الأخرى بالنسبة لمباريات منتخب مصر. لكن شايف أنا إحدى الأسباب الرئيسية حتة إن الأهلي ممثل مصر، والإعلام بيحاول يوصل للجماهير إن الأهلي هو ممثل مصر، فخلاص مع الوقت أصبح منتخب مصر ملوش أي قيمة عندك أو عند أي حد. كل دلوقتي واحد بيشجع فريقه. بالنسبة للأهلاوية بيشجعوا النادي الأهلي بس لأن هو ممثل مصر، الإعلام هو اللي وصل لهم الرسالة دي. وبالنسبة للزملكاوية بناء على ان الاهلي ممثل مصر خلاص انا مش هشجع المنتخب، انا هشجع زي ما الاهلي ممثل مصر انا بشجع فريقي اللي هو ممثل بتاعي انا، والمنتخب لا يمثلني. هنا الرسالة واضحة وهنا الرسالة واضحة، والاعلام هو المجرم الرئيسي في الموضوع. هل النادي الأهلي ساعد النادي الإسماعيلي في صفقة عمر الساعي زي ما بيتقال في الإعلام؟ علق محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي في الحديث دوت، وقال إن الأهلي لم يكن في احتياج إلى عمر الساعي أصلا، والدليل على كده إن هو ملعبش غير دقائق معدودة مع الفريق الأول بالنادي الأهلي، وما شاركش خالص ومش من قناعات المدرب. ورد برضو إن هو ما ساعدش النادي الإسماعيلي في شيء، هو كان مشتري اللاعب علشان حاجة واحدة بس، ان هو يمنع ان نادي الزمالك ياخده، وخد اللاعب وقعده على الدكة. فده كان رد
عضو مجلس الإسماعيلي، وده إن دل يدل على فضيحة أخرى من فضائح النادي الأهلي، إن هو بياخد لعيبة ويركنها على الدكة بتاعته، وده عشان يموت اللاعب وما يروحش لنادي تاني. وفي الآخر بنرجع نتكلم عن التنافسية وتكافؤ الفرص. بالنسبة للاعب حسن أبو المعاطي مواليد 2005. اللاعب هيروح على سبيل الإعارة لنادي ريو إفي البرتغالي بداية من شهر يناير الحالي. وفي حالة إن اللاعب عجب النادي هيبقى فيه نية شراء من النادي البرتغالي لنادي الزمالك، وديت عشان نمنح اللاعب فرصة للاحتراف. ده كان موقف نادي الزمالك بالنسبة للاعب حسن أبو المعاطي خلال الفترة الجاية عشان يمنح اللاعب فرصة للاحتراف. عايز أقول لك يعني كام لاعب طلع من الزمالك للاحتراف الخارجي؟ مين داخل مصر اللي هو فعلا فعلا قلعة رياضية؟ هل شفت انت نادي لاعب من النادي الاهلي احترف؟ عندك محمد السيد طالع عاشة، وعندك حسن ابو المعاطي طلع للاحتراف في البرتغال. مين داخل مصر بيقدر ان هو يطلع لاعبين للاحتراف بالشكل ده غير نادي الزمالك؟ ما شفتش. طبعا أيمن الشريعي بيطل علينا مرة أخرى خلال هذا الفيديو، وإن عقد محمد حمدي اللي مكتوب مفهوش أي أحقية للشراء أو أولوية شراء. وفي فرق، يعني هو في أولوية شراء مفهوش أحقية شراء. وأولوية شراء بتختلف عن أحقية شراء، وإنه وتابع إن هو خلال 48 ساعة بيتم الرد عليه من جانب الفريق الأبيض سواء بالموافقة على شراء اللاعب أو لأ. وبعدها بيقرر البترولي مصير اللاعب. برضه لو حط الزمالك برضه مبلغ معين ده ما بيتيحش برضه، هو لو مش موافق على المبلغ خلاص. يعني كلمة أولوية شراء دي ملهاش لازمة. هي أحقية شراء هي اللي المفروض كانت تتحط في العقد، طبعا ما اتحطتش. طبعا العقود الجهبذية اللي حطها الشريعي مع أعضاء نادي الزمالك دي لازالت بتلقي بظلالها. واللاعب الصراحة محمد حمدي ده لو مشي من الزمالك لاعب ممتاز، لاعب ممتاز، ولو مشي من الزمالك هتبقى ضربة قاسمة يعني. لأن اللاعب من الواضح إن هو لاعب خلال الفترة السابقة الفترات القليلة أوي اللي نزلها باين أوي إن هو لعيب كورة محترم. أرجو إن أنا أكون غطيت أخبار نادي الزمالك، وبهذا الخبر تنتهي أخبارنا. كان معكم عادل أحمد صوت زملكاوي، شكرا لحسن متابعتكم وعلى وعد باللقاء.